لسه واصل موريالتا كونسرفيشن بارك. دي يعتبر كده مكان او اشهر مكان في مدينه اللي هنا في ولايه جنوب استراليا. الناس بتعمل هنا فيه هايكنج. انا المكان ده يعني باجي دايما فيه لحد ما، بس بقالي حوالي شهرين ثلاثه ما جيتش. مكان جامد جدا، هنطلعوا مع بعض وهنتكلم عن الموضوع بتاعنا انا ازاي جيت استراليا، وهقول لكم برضو الى حد ما شويه معلومات على قد يعني حد معرفتي يعني بالفيز. الى حد ما ممكن اديكم مثل لفيزا معينه كل شروطها تقريبا يعني مش كلها 100%، ولكن برضو على حسب اللي اعرفه. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا يا جماعه ونبدا كلام في الموضوع بتاعنا، محدش ينسى يشترك في القناه ويعمل لايك للفيديو. الموضوع ده هيساعد القناه بتاعتي جدا وهيخليني ان انا اعمل فيديوهات اكتر واكتر عن المواضيع اللي احنا محتاجين نتكلم فيها في استراليا. لسه في اماكن كتيره جدا هنا في الولايه وفي استراليا بشكل عام ما رحتهاش، لسه هروحها. في ناس كتير بتدخل القناه بتتفرج على الفيديو وما بتعملش اشتراك للقناه. يا ريت كل واحد يشترك ويعمل لايك للفيديو ويعمل شير، ويلا بينا نرجع للفيديو بتاعنا. انا دلوقتي يا جماعه ده المكان زي ما قلت لكم اللي بيتعمل فيه الهايكنج تقريبا. مكان جامد جدا على فكره، معروف ادلد في هنا في الولايه هنا في جنوب استراليا يا جماعه. يعني هو كله اصلا يعتبر كده مطلع او سهول، بتطلع كده طلوع جامد عشان هو يعتبر مكان الهايكنج زي ما انتم شايفين. يعني زي ما انتم شايفين حتى برضو الحته دي موجود فيها سلم، زي ما انتم شايفين السلم ده بيطلع على الحته اللي فوق دي. هو مكان طبيعي جامد جدا 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 يعني ممتاز بصراحه. اللي زي ما قلت لكم اللي عايز حد عايز يعمل هايكنج، حد عايز يتمشى، حد عايز يجري، حد عايز يعمل اي حاجه. زي ما انتم شايفين هنا يا جماعه مكتوب dogs are not permitted in this park. $135 on the spot fines apply. يعني اي حد هيجي هنا كلاب يا جماعه هيدفع $135 غرامه. هنا يعتبر الى حد ما مكان عائلي، يعني هتلاقي اغلب الناس اللي ماشيين هنا عائلات، الاب والام والاطفال والكلام ده كله، ستات كبار، رجاله كبار، الكلام ده كله. فطبعا ممكن الكلاب بقى محدش عارف الكلب ده صاحبه وهو مرنه ومش مرنه الكلام ده كله، فطبعا بيأثروا الطريق وبيقولوا الكلاب ممنوعه تماما تماما تماما. هنا على فكره برضو في يا جماعه ووتر فولز او في شلال ميه، هو المفروض موجود في تقريبا في اخر المكان ده تقريبا يعني. ف هنطلع نشوف شلال الميه ده فين. برضو انا طلعته قبل كده بس مش فاكر بالظبط يعني فين، فممكن نسأل الناس دي. Excuse me, just want to ask a question please. Where's the waterfalls towards the... really? No, it's okay. No worries, no worries. طب سألت الناس دي بيقولوا لي ما جوش هنا قبل كده. غريبة يعني. هو أغلب الناس اللي بيجوا هنا على فكرة بيبقوا يعني بيترددوا، بيجي مرة واثنين وثلاثة، عشان زي ما قلت لكم يا جماعة موضوع الهايكنج ده هنا مشهور قوي. يعني أكتر مكان مشهور هنا الهايكنج. بس أنا ممكن أسأل أي حد قدام. بس هو عامة المية جاية زي ما انتم شايفينها، ممكن أوريكم. المية جاية من الاتجاه ده، فهي يعني اعتقد تبقى بقى ايه الووتر فولز ناحيه الاتجاه ده. المكان بصراحه شكله روعه روعه روعه. وانا يا جماعه في استراليا في حاجه الصراحه لاحظتها، مش عارف هي دي ميزه ولا عيب، بس الاماكن الطبيعيه مش عايز اقول يعني هي مش ممله طبعا خالص. هي حلوه جدا، انا بحب الصراحه طبيعه استراليا جدا يعني. بس هي الفكره ان هي هتلاقي اغلب الاماكن الى حد ما يعني مش هقدر ادي نسبه معينه اقول مثلا قوي ولا مش قوي، بس في تشابه ما بين الاماكن الطبيعيه وبعضها. مش هتلاقي يعني حاجات مميزه قوي قوي قوي. ممكن في حته طبعا معينه انا ممكن ما اعرفهاش، لان انا اكيد ما روحتش يعني لفيت استراليا يعني داير ما يدور يعني، ولا حتى الولايه اللي انا فيها اكيد فيها اماكن طبعا تحفه انا ما اعرفهاش. ممكن ما اعتقدش ان ده يعني شيء اللي هو ايه يقول يعني عن طريق تقدر تقول يعني الطبيعه استراليا هنا فيها تنوع شديد. يعني انتوا شايفين هنا يا جماعه بصوا المنظر ده، منظر حلو قوي. بصوا يا جماعه السلم ده، لو انتوا شايفين هنا يا جماعه اطفال وامهات وكده، ممكن نطلع السلم ده. انا عايز اقول لكم كده وانا طالع عشان ايه تشوفوا الدنيا وانا طالعه بتودي لفين. هو ده يا جماعه الهايكنج بقى.
حلوة. بلاش شايفين يا جماعة كله نازل وانا الوحيد اللي طالع. هو لحد ما كده يبقى شكل كهف كده صغير. الحته دي المفروض اللي هي تكمله للحته دي اللي قدامنا دي مقفوله، بس هم كاتبين هنا ان الحته دي مقفوله، فواضح ان في يافطه كبيره كده معنى كده ان هو مقفول لفتره كبيره يعني، ولسه هيبقى مقفول لفتره كبيره يعني. حتى انتوا شايفين كمان هنا حتى عاملين غرامات على اللي يعدي الحته دي. انتوا شايفين fines apply for accessing closed trails. مش كبير قوي يعني ولكن هو شكله لطيف يعني. انا دلوقتي على فكره دلوقتي الساعه حاليا 3:30 تقريبا، ويوم خميس. يوم خميس في اماكن بتفتح لغايه الساعه 9 بالليل، وده اليوم الوحيد اللي في محلات كتير قوي بتفتح لغايه 9 بالليل. يعني اغلب المحلات ممكن بتقفل 5 و6، لكن تقريبا يوم الخميس بالتحديد هو بتقفل الساعه 9 بالليل في اماكن معينه، مش كل الاماكن على فكره. انا لابس كوتشي مش عارف الارتفاع بتاع الميه هيبقى اعلى من كوتشي، فبلاش. هغرق الكوتشي على الفاضي ملاش لازمه. ممكن نرجع الحته دي وبعدين بقى نطلع المطلع بتاعنا الطبيعي عادي جدا. موريالتا فولز الطريق ده، فممكن نمشي الطريق ده. زي ما قلت لكم يا جماعه على فكره قبل كده طبيعه استراليا الى حد ما فيها تشابه كبير، يعني اي ولايه تروحها هتلاقي تقريبا شبه بعضها حتى في المناطق السكنيه. ودي حاجه من الحاجات انا مش هقول مش عجباني خالص، لان طبعا طبيعه اي مكان في العالم هي كده كده بتشرح القلب كده وبتبسطك، وحتى عينيك لما بتشوفها بتحس كده براحه نفسيه، وبتحس ان انت شفت حاجه مختلفه بتروق لك او بتصفي لك دماغك. ولكن برضو دي حقيقه استراليا هنا على حسب خبرتي انا وعلى حسب الاماكن وكتر الاماكن اللي انا رحتها ما فيهاش تنوع كبير جدا في الاماكن الطبيعيه. ما رحتش يعني كل الولايات 100%، ولا رحت لفيت كل مكان وكل زون في كل ولايه يعني في استراليا عشان اقدر اقول برضو رايي 100%. ولكن الموضوع يعني زي ما انتم بيقولوا كده الجواب يبان من عنوانه. يعني هنا كل الاماكن اللي انا رحتها تقريبا متشابهه مع بعضها الى حد ما. يعني في طبعا اماكن مميزه جدا انا لسه ما رحتهاش، وفي اماكن مميزه برضو انا رحتها ومش كلها شبه بعضها. ولكن انا حتى لما كلمت الناس اللي قاعده هنا واللي قاعدين هنا بقالهم سنين ده برضو رايهم نفس الكلام. انت لازم عشان تقول رايك في مدينه او في بلد او في اي مكان او اي حاجه بره نطاق البلد اللي انت مولود او عايش فيها تقول رايك فيها بنفسك، لان مهما اعتمدت على فيديوهات اليوتيوب او السيرش او صحابك او معارفك او الكلام ده كله، منظورك وتفضيلاتك والحاجات اللي بتحبها والحاجات اللي بتكرهها مختلفه جدا عن الكلام ده بالنسبه للناس التانيه. فاوعى تعتمد على راي حد، لان صدقني مش هيبقى دقيق بنسبه كبيره خالص. انا زي ما قلت لكم في بلاد كتير قوي رحتها بناء على فيديوهات وبناء على ترشيحات من حد معين او من ناس اعرفها، بروح بلاقي الدنيا مختلفه تماما. ليه؟ لان هو حلل الموضوع من وجهه نظره، من شخصيته، من منظوره، الحاجات اللي بيحبها، الحاجات اللي بيكرهها. ممكن يكون هو مثلا في حاجه معينه انا سالته عليها هو قال لي الحاجات دي موجوده او مش موجوده، وبس يعني برضو يعني ممكن يكون النسبه اللي عايزها اللي هي تكون موجوده فيه ممكن تكون بنسبه معينه، بس النسبه دي هو مش شايفها. Just want to ask a question please. Is the waterfalls that way? Yeah. Yeah, just keep going straight and then around. Perfect. It's like 200 meters. Perfect. Thank you. Thanks. طبعا انا خلاص اكدت من واحده اهو الووتر فولز يا جماعه الاتجاه ده. استراليا دي جت اصلا يعني مش هقول بالصدفه، لان في الاول وفي الاخر العالم يا جماعه كله ما فيهوش برامج هجره او فيز هجره الحكومه بتقدمها على الموقع الرسمي بتاع الهجره بتاعها غير بلدين. يعني هي بلدين كندا واستراليا معروفه يعني. ده بقى طبعا لو انت طالع بقى ايه فيزا مثلا سياحه، فيزا عمل، حد باعت لك عقد عمل، حد مثلا متجوز حد من اهل البلد دي وانت رايح للبلد دي عن طريق مثلا فيزا الشريك والكلام ده كله. ولكن حد رايح مع نفسه بيعتمد على نفسه اعتماد 100% على مثلا البوينتنج سيستم وعلى سنه، على مهاراته، على الكواليفيكيشن بتاعه، الحاله الاجتماعيه، التعليم، لستة الوظائف اللي موقع الهجرة دي مقدمها او حاططها في نوع الفيزا المعين اللي انت هتقدم عليه. الا طبعا بقى اللي هو الايه الهجرة العشوائية اللي هي في امريكا دي اللي احنا كلنا عارفينها، ولكن دي عشوائية يعني بتقدم فيها تقديم بسيط جدا. هم بيكلموكوا طبعا دي انت ما تعتمدش عليها لان نسبة قبولها ضعيفة جدا جدا جدا، فانت مش هتعتمد عليها اعتماد 100% يعني. وعلى فكرة الفكرة بقى ان الفيزا دي انا اعرف ناس هنا قاعدين في استراليا معاهم الجنسيه الاستراليه وقاعدين هنا مثلا بقالهم 7 8 9 10 سنين وجالهم الهجره العشوائيه اللي في امريكا. شايفين بقى الحظوظ بقى. طبعا حد يقعد يقول دول محظوظين قوي كده، بس هي حظ فعلا، هي مالهاش علاقه بمعايير معينه. هي
على حسب ما احنا عارفين يعني، على حد علمنا ان هو حظ، فما كنتش في دماغي خالص اللي انا اروح استراليا زي اي حد يعني، اي شاب صغير. الديستنيشن الاولى اللي الواحد بيفكر فيها طبعا امريكا. منظر يا جماعه روعه الروعه، ما انتم شايفين. سوري I didn't know you were. شايفين يا جماعه منظر جامد جدا جدا جدا. احنا شايفين يا جماعه المنظر حوالين الشلال الصغير ده. وعلى فكره الشلال ده مش بيبقى موجود طول السنه يعني. انا عملت سيرش الاول المكان ده يعني الشلال بينزل دلوقتي ولا لا. هي وقت السنه اعتقد هي وقت الصيف، لان طبعا الدنيا تبقى حر والدنيا تبقى جفاف والكلام ده كله. قلت النهارده يوم جميل يوم حلو. الجو على فكره الى حد ما مش هقول حر ولا برد. وعلى فكره زي ما قلت لكم انا قليل لما بلبس جواكت اصلا. انا على طول حتى في جو برد بلبس نص كم، وانا حتى لابس شورت على فكره. نرجع تاني الموضوع بتاعنا كده ايه، والشلال ورايا كده ايه، نتكلم عشان المنظر يكون ورايا ما تشوفوش وشي بس يعني. فكنت عايز اقول لكم يا جماعه، انا زي اي طفل تقريبا او اي يعني مراهق، اول بلد بتيجي في دماغ اي حد وهو في السن ده طبعا امريكا. طبعا لان امريكا طبعا احنا عارفين يعني امريكا اصلا مؤثره في دماغ العالم كله، الافلام والمسلسلات والكلام المعتاد اللي احنا عارفينه ده كله. رحت قدمت فيها تقريبا مرتين تقريبا ورفضوني اكيد يعني، مع ان انا كنت تقريبا مستوفي كل الشروط او الريكويرمنتس اللي هم يعني حاطينها للفيزا وبتاع، وكان معايا حساب البنك ومعايا كل حاجه، وكنت لسه تقريبا متخرج. فشايفين طبعا شاب كده جاي لهم 20 سنه ولا 19 سنه وبيقدم على فيزا امريكا، وراح كده بكل حماس وبكل يعني طاقه كده وحيويه. فاكيد طبعا قالوا ان هو اكيد هيروح البلد ومش هيرجع. قبل حتى موضوع الفيزا بتاعت امريكا دي انا اصلا موضوع السفر ده في دماغي يعني 100%. حتى وانا قاعد على اللابتوب بتاعي على الكمبيوتر بتاعي، كان زمان بقى في لو الكمبيوتر اللي هو اللي على اللي في البيت ده، بيتفرج حتى انا واخويا. لو هو حتى سمع الفيديو بتاع اليوتيوب ده وبيتفرج عليه هيعرف انا بتكلم في ايه. كنا بنتفرج دايما على فيديوهات بتاعت يوتيوب. كان زمان بقى ساعتها من حوالي 10 سنين تقريبا يعني، فيديوهات اليوتيوب دي كانت قليله شويه. اليوتيوبرز كانوا قليلين، اللي هم بتوع الفلوجرز بتوع السفر، حد مثلا عايش في بلد معينه بينقل بقى يومياته وحياته في البلد دي وكده. فكنا بنتفرج عليهم دايما انا واخويا باستمرار، ونفضل بقى ايه نشوف الفيديوهات بقى. مثلا حد عايش في امريكا، حد عايش في انجلترا، حد عايش مش عارف ايه. ده حتى استراليا ساعتها ما كانش فيه يوتيوبرز في استراليا نهائي 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 يعني، تقريبا حرفيا ما كانش فيه يعني، استحاله. هو كان كله تقريبا امريكا وبلاد تانية في اوروبا وانجلترا. في ناس الموضوع مش بيبقى في دماغهم خالص وبيسافروا، لان هو الموضوع مش بيبقى في دماغهم اصلا يعني. بس هو ربنا بيبقى كاتب لكل واحد طريق معين يعني. هو مش ضروري ان هو ده يكون الطريق الافضل او الطريق الاوحش يعني، ولكن هو طريقه مكتوب لكل واحد وخلاص. طبعا السفر طبعا في دماغي من زمان جدا جدا. الموضوع ده كان في دماغي بشكل رهيب. قدمت بقى في الفيزا بتاعت امريكا وكده واترفضت طبعا، ولا همني طبعا، ليه بقى ساعتها كان لسه برده في طاقه وفي حيويه وفي الكلام ده كله. فالمهم رحت بقى تركيا عن طريق جامعه كنت المفروض يعني هدرس فيها، بس انا ما كنتش هدرس فيها. انا كنت واخد دعوه القبول بتاعتها عشان اروح اسافر وخلاص. كنت عايز اطلع بره اطار جمهوريه مصر العربيه وخلاص، مش عشان انا مش حاببها، ولكن عايز اسافر يعني. عايز اشوف الدنيا دي بره الواحد بيشوفها ازاي، والدنيا بره عامله ازاي، والناس اللي بره بيتكلموا ازاي وبيتعاملوا ازاي والكلام ده كله. فالمهم رحت تركيا تقريبا قعدت اسبوعين. رحت الجامعه يعني، حتى الجامعه اللي انا رحتها هم يعني كانوا طبعا على تواصل معايا، لان انا كان معايا دعوه قبول من عند الجامعه بتاعتهم. فاللي هو تعالى بقى احنا بعت لنا دعوه خلاص تعالى بقى. المهم رحت الست بتاعت شؤون الطلبه بتاعت الطلاب الاجانب طبعا استقبلتني وكده، وكانت عماله تزن عليا شويه ادفع بقى التويشن او اللي هي الفيس بتاعت الجامعه. عماله تزن عليا مره والثانيه، وكنت خلاص على وشك ان ادفع. الحمد لله ربنا كده عمل حاجه او عمل صدفه معينه، الحمد لله الفلوس ما دفعتش. طبعا تركيا طبعا بلد هناك ضايعه خالص، ومفيش يعني اي فرصه ان الواحد اصلا يستقر هناك ويشتغل ويعيش عيشه كويسه وكده. تركيا طبعا يعني بلد مش من البلاد اللي هي تعيش يعني تاني من مصر عشان تروح تركيا، لا ده بالعكس، ممكن مصر تكون احسن بكتير يعني. ما كنتش رايح اصلا كمان تركيا في دماغي ان انا اصلا استقر، انا كنت عايز اسافر وخلاص يعني. فالمهم رحت هناك ورجعت تاني.
المهم طبعا كنت بقدم بقى على فيزا استراليا، ونيجي بقى هنا يا جماعه على موضوع استراليا. يعني في يا جماعه ناس كتيره جدا على فكره فاكرين ان التقديم على استراليا دي حاجه صعبه وطريق بقى طويل قوي قوي. هو طريق طويل دي حقيقه. الاثنين على فكره اللي شفتهم قدامي دول كانوا جايبين كاميرا بروفيشنال وعمالين يصوروا. هم دول الاثنين سالتهم فين الووتر فولز او الشلالات وكده، قالوا لي ما نعرفش وبتاع، بس هو واضح ان هم ما كانش عارفين الطريق. وبعدين سالوا برضو حد زي ما انا سالت وبعدين وصلوا، بس هم تقريبا اللي هو عاملين نفسهم اللي هو كده يعني عشان ايه، فاهم؟ اللي هو انت سالتنا واحنا قلنا لك ما نعرفش، وقابلنا بعض في المكان اللي انا قلت لك عليه ان انا ما اعرفش هو فين، فاتكسفوا يعني. فالمهم يا جماعه كنت عايز اقول لكم بقى على موضوع استراليا. ممكن تقدم على ملف الفيزا بتاعتك على فكره لوحدك تماما 100%، وده اللي انا عملته مع نفسي 100%، ما من غير مساعده اي حد ولا اي حاجه. كل فيزا من الثانيه بتاخد وقت البروسيسنج تايم من فيزا للثانيه بتختلف. طبعا في فيزا ممكن بتاخد 6 شهور، فيزا ممكن بتاخد سنه، وده برضه بتبقى على حسب كيز حد للتاني. يعني في البروسيسنج تايم مثلا بتاع فيزا معينه هم كاتبين مثلا على الفيزا دي مثلا من 8 شهور ل 12 شهر، بس ممكن مع شخص معين ممكن بتاخد 14 شهر. ليه؟ عملوا بقى تحريات واجراءات وكده على حسب هم يعني بيقولوا يعني. بس هو في الويندو ما بين 8 ل 12 شهر غالبا ممكن بتيجي في المده دي، وممكن كمان اقل على حسب. هي بتبقى توتالي على حسب كل واحد للتاني، على حسب ظروف واحد للتاني، على حسب كل واحد بيقدم الورق بتاعه اللي بيقدمه على الفيزا دي صح ولا غلط. لان مثلا في ناس بتقدم حاجه ناقص ختم معين، ناقص ورق معين، وده موجود اللي بقول لكم عليه. محتاج بس الواحد يعني يحط الخطوط العريضه. اول خط عريض يا جماعه هو الموقع الرسمي وزاره الهجره الاستراليه. اي حد يا جماعه يقدم لاي حد على اي حاجه خاصه بالهجره لاستراليا بره الموقع ده يبقى طبعا نصب 100%، لان هو موضوع واضح وصريح ملوش غير طريق واحد. الموقع الرسمي للهجره الاستراليه او اللي هو الديبارتمنت اوف هوم افيرز، ده الموقع الرسمي والوحيد في العالم كله الخاص بالهجره الاستراليه. النقطه الثانيه، لو انت عايز تقدم على الهجره لوحدك انت ممكن تقدم لوحدك. انا كده قدمت لوحدي. الفيزا دي انا اخترتها ازاي؟ اخترتها بناء على ظروفي انا، لان كل واحد بيبقى يا جماعه ظروف معينه وظروف مختلفه، وكل واحد سنه غير الثاني، والكواليفيكيشن بتاعته غير الثانيه، المؤهل التعليم بتاعه غير التاني. في واحد مثلا معاه مؤهل عالي، في حد معاه مؤهل متوسط، في حد معاه مثلا دبلوم، في حد معاه وات ايفر هو تعليمه ايه. فالنقطه دي مهمه جدا. زي ما قلت لكم السن، العوامل دي على فكره يا جماعه قلت لكم هي بتختلف على يعني كل فيزا بتبقى مناسبه ليك على حسب الحاجات اللي بقول لك عليها دي. السن، التعليم، حالتك الاجتماعيه، متجوز ولا لا. على فكره فوق ال 45 في فيز كتير جدا ما بتقبلش حد يقدم عليها فوق ال 45 سنه. فالحاجات دي كلها بتفرق. في طبعا الامتحان اللي هو الانجليزي البي تي اي، اولا مش عارف دلوقتي بقى الكلام ده، انا من 10 سنين تقريبا، فانا ما عنديش يعني اي ابديت عنه. الكلام ده بقول لكم عليه من 10 سنين، فطبعا 10 سنين دلوقتي حرفيا كل حاجه تختلف. يعني على موقع رسمي اصلا بيعملوا مثلا لاست ابديت للفيزا دي، بيكتبوا مثلا الصفحه اللي انت بتقراها بيكتبوا مثلا لاست ابديت مثلا من 3 4 شهور. فكل فيزا والموقع بشكل عام اصلا بيحصل له تحديث وابديت جديد، فانت لازم برضو تقرا انت بنفسك اخر تحديث لنوع الفيزا اللي انت مناسبه ليك واللي هتقدم عليها. لسته الوظائف، لو انت مثلا مقدم على فيزا بتاعت عمال اللي هو العماله الماهره، بتفرق برضو جدا على لسته الوظائف اللي هي مطلوبه. ممكن تكون انت الكواليفيكيشن بتاعتك مش مطلوبه، يعني مثلا انت مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكا، دكتور، نقاش، وات ايفر. ممكن الوظيفه بتاعتك مش مطلوبه في الفيزا اللي انت فاكر ان هي مناسبه ليك، بس هي انت قبل ما تعرف كده كنت فاكر ان هي مناسبه ليك، او مثلا حاسس ان هي ممكن الحاجات التانيه سهله ليك او هتبقى الطريق مذلل ليك اكتر، ولكن ممكن العائق الوحيد ده هو الحاجه الوحيده اللي هتمنعك تقدم على الفيزا دي. بس هو في فيزا كتير جدا، يعني الموقع فيه تقريبا بعينيا كده يعني بالعين المجرده ممكن اقول 30 40 فيزا مثلا او اكتر بكتير كمان، انا مش عارف والله. وطبعا كلها بقى سب كلاس، ارقام 1 8 9، سب كلاس 4 0 كده. فالموضوع منظم ومقنن وطريقه سالك 100%، بس انت محتاج اصلا تفهم الفيز هي عايزه ايه. هو كله بالقرايه وكله بالصبر. انا مثلا على سبيل المثال يا جماعه هديكم دلوقتي نوع فيزا معينه اسمها 189 اللي هي 189، دي بتاعت سكيلد اندبندنت فيزا. الفيزا دي يا جماعه فيها منها 3 انواع او 4 كمان. زي ما قلت لكم الموضوع الى حد ما واسع، بس هو محتاج قرايه كبيره جدا وقرايه مفصله وحفظ لمتطلبات كل فيزا، لان ممكن الفيزا اللي بتقدم عليها دي مش مناسبه ليك انت. وده برضو بيدخلنا موضوع تاني، انت ممكن اصلا تكون محتاج محامي، ممكن حد مثلا مش كويس قوي في الانجليزي، ولكن ما اعتقدش برضو ان هو ميك سنس ان حد يقدم على فيزا لبلد
اللغه الاولى فيها الانجليزي وهو مش عارف يقرا موقع. الموضوع ده برضو لازم تكون انت متمكن من الانجليزي بدرجه معينه، مش ما قلتش ان انت تكون بروفيشنال فيه خالص، ولكن تبقى عارف تقرا المتطلبات بتاعه الموقع وعايزين منك ايه ومحتاج تعمل ايه، لان هم هيتواصلوا معاك، يعني هيبعتوا لك ايميلات كتير، فازاي هتقدم عليها لوحدك وانت مش عارف تقرا انجليزي؟ حتى على فكره لو هتقدم عليها عن طريق محامي، انت برضو المحامي ده هتتكلم معاه وهيبقى فيه مليون ايميل بينك وبينه، صدقني خليك واثق فيا ان ده هيحصل. وبرده بينك وبين برده وزاره الهجره الاستراليه، على فكره لو قدمت على المحامي هيبقى في فيز معينه هتدفعها برده المحامي دي، ودي برده هترفع التكلفه الاجماليه بتاعه التكلفه بتاعه الفيزا اصلا من الالف للياء. بدل ما تدفع مبلغ معين لو لوحدك هتدفع طبعا فوق المبلغ ده 2000 3 4 5 وات ايفر بقى هتدفع قد ايه. فانا قدمت عليها لوحدي من الالف للياء. الايميلات اللي كانت بتتبعت لي بيني وبين وزاره الهجره الاستراليه برد عليها اول باول على طول، وبعرف هم عايزين ايه، وقريت كل فيزا كويس جدا، وعرفت انهي فيزا مناسبه ليا والامكانياتي والكواليفيكيشن والسن والحاله الاجتماعيه والبوينتنج سيستم والكلام ده. فعملت يعني لم شمل المعلومات كلها، مش لم شمل عيله، لا لم شمل المعلومات كلها وحطيتها في دماغي وبقيت اشتغل عليها. 189 دي اسمها سكيلد اندبندنت فيزا. انا هجيب نوع الفيزا اللي هي البوينتس تيستد ستريم، اللي هي بتاخد الفيزا دي عن طريق النقط وكده. ال 189 دي يا جماعه مثلا مكتوب هنا اللي تاخد الاقامه الدائمه على طول، مش هتاخد اقامه مؤقته ومحتاج بقى تغير الاقامه المؤقته لاقامه دائمه والكلام ده كله. التكلفه الاجماليه بتاعتها في اللحظه اللي احنا فيها دي $6135. زمان دي 6000 دي على فكره ممكن 3000 ولا 4000 او ايا كانت هي قد ايه. 50% من الابلكيشنز بتخلص في 6 شهور، 90% منها من 8 شهور، 100% منها بتاخد تقريبا سنه وشويه. الفيزا دي يا جماعه لها كونديشنز معينه، ان انت لازم تكون معاك وظيفه من لسته الوظائف الموجوده في الفيزا دي في موقع الهجره الاستراليه في اللاست ابديت. طبعا بتماتش البوينتنج سيستم اللي هم حاطينه. الفيزا دي بقى لما تيجي استراليا هتشتغل عادي جدا، وممكن وتدرس برضه في اي مكان في استراليا عادي جدا. ممكن تبقى مواطن استرالي، يعني الفيزا دي بتديك الحق ان انت تبقى مواطن استرالي بعد طبعا ما تستوفى الشروط والماتش المتطلبات بتاعه الفيزا دي. فدي يا جماعه كان مثل من امثله الفيز الموجوده في موقع الهجره الاستراليه. انا شخصيا زي ما قلت لكم الموضوع، انا بالنسبه لي زي ما قلت لكم قدمت على استراليا لان هي تقريبا المكان الوحيد، هي وكندا. انا ما كنتش حابب كندا عشان البرد، والموضوع كندا ما كانش مكيفني قوي لان هي برده ايه فيها فرنساوي، انا طبعا ماليش فرنساوي نهائي. طبعا فيها ميزه ان هي جنبها امريكا، وامريكا اللاتينيه برده، انت ممكن مثلا تسافر هنا وهنا، وانا برده من النوع اللي انا بحب السفر وكده. بس انا حسيت استراليا حتى كطقس اجواء. قدمت على الفيزا جات لي تقريبا بعد سنه و8 شهور. قعدت يا جماعه سنه 8 شهور مستني الفيزا لغايه ما تجيلي. قعدوا طبعا يردوا عليا بايميلات ومش ايميلات ومش عارف ايه وبتاع، وقعدوا يبعتوا لي ورق معين ده ناقص حاجه معينه في ختم من الخارجيه المصريه لازم تتحط في الورقه دي والكلام ده كله. عملوا لي بقى انفيتيشن ليه ان انا اعمل الميديكال تيست او اللي هو الاختبار الطبي. ده طبعا بيبقى اختبار شويه فيروسات وشويه امراض معينه لازم طبعا تكون كليرد منها تماما، عشان ده برضو حاجه من ضمن الحاجات الاساسيه لازم طبعا ان انت يعني تنجح فيها. عملته طبعا الحمد لله كله تمام، وبعدين بعته لهم، وبعدهم بعديها تقريبا بحوالي شهر ولا شهر ونص بعتوا لي الجرانت بتاع الفيزا وكده. اتبعت لي تقريبا شهر واحد تقريبا، سافرت شهر 3 قدمت طبعا استقلت من الشغل وبعدين سافرت. ده كان قصتي انا. زي ما قلت لكم يا جماعه، في اي حد بيقدم على فيزا وحاسس ان هو ممكن يتوه في الموضوع ومعاه فلوس يدفع ومش همه، طبعا لو مع محامي، المحامي طبعا الهجره هيسهل عليك الموضوع جدا، وهي خلي الموضوع بالنسبه لك طبعا سهل وبسيط اكتر بكتير، لان هو هيتولى لك الموضوع او الملف بتاعك لغايه ما يجي لك الجرانت بتاعتك. طب يا جماعه انا كده بنوصل لنهايه الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. وانا قلت لكم تقريبا كده انا جيت ازاي من استراليا. انا جيت زي ما قلت لكم يا جماعه لوحدي تماما. اي حد عنده سؤال يسالني. زي ما قلت لكم يا جماعه انا مش متخصص في الموضوع 100% خالص نهائي. انا قلت لكم تقريبا على اللي اقدر اقول لكم عليه او على حد معلوماتي يعني. فاي حد عنده سؤال يبعت لي طبعا على التعليقات، واي حد برده عنده فكره فيديو يا ريت يقول لي على التعليقات برده. لو الفيديو عجبك باي حال من الاحوال اعمل لايك، وطبعا اعمل شير طبعا للفيديو لاي حد عايز يهاجر استراليا او اي حد عايز يستفاد ولسه بيفكر هيروح استراليا والموضوع في دماغه ولسه ما خدش اكشن. وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم.